إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. هذا اليوم هو 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 يوم الجمعة. نحن الآن قد ودعنا 20 يوما ونحن مقبلون إلى 10 أيام، وعنوان حلقتنا هو رمضان فرصة للتغيير، أو بمعنى أصح، هل رمضان غيرني؟ هذه الفرصة الثمينة التي ما زلنا نحن فيها. بقي ثلث رمضان، والثلث كثير والحمد لله. وهذه العشر المتبقية هي التي كان يشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئزره ويحيي ليله، يعني يقيم فيها بالطاعات، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا دخلت العشر أحيا ليله، شد مئزره أحيا ليله وأيقظ أهله. ففي هذه العشر يوجد فيها ليلة هي من أعظم ليالي الدنيا، هي ليلة القدر. العبادة فيها تعدل أكثر من 83 سنة. رمضان شهر عظيم يتدخل في سلوكيات الإنسان، في أخلاقه، في طعامه، في شرابه، في شهوته، مدة 30 يوما، دورة مكثفة قوية. ينبغي لمن دخل هذه الدورة بإخلاص وصدق وإيمان أن يتغير. الخبراء من المدربين وغيرهم يقولون من مارس عادة أكثر من 20 يوما، من مارس مبادرة أكثر من 20 يوما أصبحت له عادة. ونحن في شهر رمضان ولله الحمد والمنة نصوم 30 يوما، وفي هذا الصيام أيضا نجتهد في كثير من العبادات لمن وفقه الله طبعا، من قراءة القرآن والتسبيح والصدقة وحفظ اللسان والبعد عن المعاصي وكثير من الطاعات. فيخرج من رمضان بدورة متكاملة قد درب نفسه فيها. هل نحن كذلك؟ هذا هو حول نقاشنا اليوم مع شيخنا الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف. ونحن كإريتريين، هل فعلا رمضان يغيرنا في داخل إريتريا وفي خارجها؟ مع الظروف الصعبة في داخل إريتريا، كلما ذهب شخص وعاد سألناه كيف الأوضاع، يقول ادعوا الله للناس، الناس تمر بظروف صعبة. مع هذه الأوضاع التي نحن نسمع ونرى في إخواننا في غزة وفلسطين، وكذلك الأوضاع السيئة أيضا في السودان وغيرها من بلدان العالم، ماذا غير رمضان من المسلمين؟ حياكم الله شيخ حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. بداية نفتتح جلستنا في أننا نعطي للمشاهدين مقدمة عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العشر في نقاط محددة، ثم ندخل في صلب الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا العشر الأواخر هي أواخر المضمار في هذا السباق. هذا السباق الذي بدأه المسلمون من بداية رمضان وهم يتنافسون ويتسابقون في مرضاة الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال منهم من يمشي حبوا، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي ما شاء الله كالفرس، ومنهم من يمشي كالبرق. الناس حقيقة يتسابقون، والله عز وجل السباق الوحيد الذي مدحه هو هذا النوع من السباق، وهذا النوع من المنافسة، وهذا النوع من الحرص على أن يسبق الإنسان غيره في هذا المضمار. وبالتالي كثير من الناس للأسف الشديد يكتفي بمفهوم النجاة ولا يذهب إلى معنى الدرجات. يعني يقول لك بس أهم شيء أنه والله أدخل الجنة، لكن أهل الفضل والسبق لا يقولون ذلك. كما تلك الأمة التي يعني لأحد السلف اللي هو ابن الوراق، وجدها دائما تبكي ليلا فيقول لها ما بكي؟ الله غفور رحيم. فقالت والله أما إني لأثق في رحمة الله ومغفرته ما لو وضعت على الجبال لهدتها، ولكن أخشى حسرة السباق. فمسألة السباق له حسرة. السباق هذا عندما تسبق في اللحظات الأخيرة ويسبقك الآخرون، هنا ستجد يوم القيامة طبعا أن الإنسان سبحان الله يفوتك شخص بلحظات ويدخل الجنة. فنحن حقيقة في العشر الأواخر مطالبون بشكل كبير جدا بأن نسارع وأن نسابق وأن نحرص قدر الإمكان أن نكسب الأوقات ونكسب كذلك الليالي بشكل كبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى العشر الأواخر بأنها هي تحفة وهدية هذا الشهر. لماذا؟ لما ادخره الله سبحانه وتعالى فيها من ليلة هي أعظم الليالي. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته خصهم بأيام وخصهم بليالي ضاعف فيها الأعمال لدرجة يسبقون من سبقهم من أهل الأمم الذين كانوا يعيشون أكثر من أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي العشر الأواخر كان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي تفضلتم به، كان يشمر ويجتهد ويوقظ أهله ويحيي ليله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طول العام حريص على أنه يصلي ويقوم ويتهجد، ولكن العشر الأواخر يكاد يحييها جميعا، يعني يحيي الليل كله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك بطبيعة الحال خصوصية وإشارة لأمته أن يجتهدوا مثل اجتهاده وأن يسلكوا نفس المسلك. لماذا؟ لأن النبي هو القدوة والنبي هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يجتهد قدر ما يستطيع في هذه الليالي ولا يحقرن من المعروف شيئا. يعني مثلا بعض الناس في اليوم، مثلا اليوم نحن نقول داخلين 20 أو داخلين 21 مثلا، ستبدأ من اللحظة التي يؤذن فيها الأذان. لاحظ متابعتك للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول. أجرها في الليالي العشر مختلف، وخاصة في ليلة القدر التي نحن مأمورين بأنه نلتمسها في العشر. أنت هنا ليس أمامك والله إلا أن إذا أردت أن تكون متيقن تماما أنك أدركت هذه الليالي، أدركت ليلة القدر في الليالي العشر، ما عليك إلا أن تملأ كل الفراغ الذي هو خلال 10 أيام بدءا من الأذان والإفطار. فلا الإفطار هو الإفطار في ليلة القدر، أخذك للتمرات، اقتداؤك بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيلك للفطر، متابعتك للأذان، حرصك على الصلاة في المسجد، ثم حرصك على السنة بعد ذلك، ثم أخذ شيء من التلاوة والقرآن وهكذا. فأنت في العشر الأواخر مطالب حقيقة بأن تجتهد بما لم تكن قد اجتهدته في الثلثي الأولى من هذا الشهر المبارك. بارك الله فيكم شيخ حسن. وبلا شك أن ميدان المسابقة هو مفتوح من بداية هذا الشهر. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فمن كانت حياته أصلا كلها مسابقة في بداية من بداية السنة ويتخللها كثير من مواسم الخير ومنها رمضان، فهذا ما شاء الله هو في الدرجات العلى من السباقين والسابقون السابقون أولئك المقربون. فلا تفرق معه رمضان ولا غيره، لأنه دائم الذكر، دائم الطاعة، دائم الاستقامة. لكن ثمة من كان مثلا يشغله عمله وتشغله وظيفته هو المخاطب في مثل هذه الأمور. برأيك يا شيخ حسن،
هل رمضان فرصة للتغيير؟ هل رمضان فرصة للتغيير؟ هناك سلوكيات كثيرة يعني يقع فيها كثير من الناس. على سبيل المثال الدخان مثلا، شرب الدخان في رمضان الناس تصوم وتترك الدخان، فهل فرصة ممكن يتركه نهائيا لمن عزم ووفقه الله؟ هناك الحقيقة من هو مدمن بسماع الأغاني وسماع الملهيات من متابعة المسلسلات وغيرها، فهل هي فرصة في رمضان لتغيير هذا السلوك؟ هناك من يقع في الغيبة والنميمة، خاصة الغيبة، يعني ربما النميمة لا يقعها إلا من هو في نفسه خسة ودناءة والعياذ بالله، لكن الغيبة مع الأسف حتى من الأخيار يقعون في الغيبة دون حقيقة يعني انتباه. هذه السلوكيات في رمضان، هل رمضان فرصة للتغيير؟ أحسنت. هو بلا شك لما شرع الله سبحانه وتعالى الصيام بين مقصوده، وهو أنك لا بد أن تتغير. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. معنى ذلك أنك لا بد أن تغير وضعك من حال إلى حال. حتى أهل التقوى مطالبين أيضا بالتغيير، بمعنى قد تكون أنت في مستوى من درجات التقوى ما نسميه نحن بتقوى الإسلام، ترتقي إلى درجات أعلى من تقوى الإسلام إلى تقوى الإيمان، وترتقي من تقوى الإيمان إلى تقوى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فليس هنالك شيء يتوقف فيه الإنسان وأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فهذا التعامل يجعلك دائما في تغير. والإنسان سبحان الله لو نظر إلى نفسه على المستوى الجسدي أنت في تغير إما نحو التقدم أو نحو التراجع. فإن كنت صغيرا ستنمو وتكبر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. إذا بلغت 40 تبدأ أيضا في تغير مختلف. فكيف أنت جسديا تتغير ولا تريد أن تتغير روحيا، ولا تريد أن تتغير إيمانيا، لا تتغير سلوكيا؟ فحقيقة شهر رمضان مناسبة كبيرة وعظيمة جدا للتغيير في كل شيء. تغيير على المستوى الروحي، فقد يكون الإنسان خارج رمضان إما ضعيف الروح أو ميت الروح والعياذ بالله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فرمضان فرصة لمن كان تائها وضالا وشاردا عن الله ومتمرد والعياذ بالله على أوامر الله سبحانه وتعالى، أو حتى واقع في الكبائر، أعوذ بالله من ذلك. فإن رمضان فرصة لأن الله سبحانه وتعالى، وهذه دلالات حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال فيها تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. هذا الحديث الدلالة الأكبر فيه كأنما الله عز وجل يقول لك يا من شردت ويا من تمردت ويا من عصيت ويا من فجرت، أبواب الجنة مفتحة أمامك وأبواب النار مغلقة. اغتنم هذه الفرصة. والعدو الذي يتربص بك طوال اليوم مصفد، مرض هؤلاء الذين يديرون شبكة الشياطين الصغار، هؤلاء مصفدون. فرمضان فرصة حقيقة للانتقال، فرصة للارتقاء، فرصة للتوبة، فرصة حتى لضبط البرامج اليومية في عباداتك وفي أدائك اليومي، في طريقة علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتك مع البشر كيف يمكن أن تكون فيه. إذا أردت أن تجعل من معيار التقوى هذا المعيار الذي أنت مطالب فيه في تقوى مع الله وتقوى مع الخلق. تقوى مع الله بالقيام بأوامره وأداء حقوقه جل جلاله بدءا من التوحيد والطاعات وغير ذلك، وتقوى مع الخلق في أن لا يكون هنالك اعتداء عليهم ولا ظلم لهم ولا بغي ولا عدوان ولا غير. فأنت إذا استطعت أن توفق ما بين عبادة الحق والإحسان إلى الخلق فإنك تكون قد بدأت إن شاء الله مشوار التغيير. ولكن يبدأ هذا المشوار من أن تقف مع نفسك ابتداء قبل رمضان، إن والله أين تقف؟ هل أنت على الطاعة أم أنت على المعصية؟ هل أنت حتى في الطاعة في المعاصي؟ هل أنت في الكبائر أو أنت في الصغائر؟ يعني إذا سألت نفسك هذه الأسئلة، إذا كنت في الكبائر ليس أمامك إلا الانتقال من خلال التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى موضوع الكبائر لابد فيه من توبة أيا كان هذا النوع من الكبائر. فأنت تقلع عما أنت فيه وتدخل إلى رمضان وأنت بإذن الله سبحانه قد تهيأت، لأن والله رمضان يكون نقطة صفحة جديدة لما سبق،
وصفحة كذلك إن شاء الله جديدة لما يستقبل، تبدأ فيها على الأقل في علاقة جيدة مع الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، رمضان فرصة لمن أراد أن يتدرب فيه على العبادات، لمن أراد أن يتدرب فيه على القرآن الكريم، لمن أراد أن يتدرب فيه على صلة الأرحام، لمن أراد أن يتدرب فيه على حسن الجوار، لمن أراد أن يتدرب فيه على التسامح والعفو، لمن أراد أن يتدرب فيه على البذل والجود. فهي فرصة على كل. وهذه الفرصة كما تفضلت، إذا أردت أن تجعلها بالنسبة لك السلوك معتاد، يمكن أن تفعلها خلال الشهر كله، فتخرج وأنت دورة متكاملة في نهاية رمضان وقد غيرت سلوك. أيضا رمضان يمكن أن يكون فرصة للتغيير حتى في أكلك وشرابك. للأسف الشديد طبعا الحالة في رمضان، يعني كثير من المسلمين للأسف الشديد ربما لا ينتبهون إلى أن رمضان فرصة للتغيير على مستوى المأكل والمشرب. يعني كيف نجعل والله من رمضان فرصة للترشيد، فرصة كذلك، لأنه والله أنت ما مطالب في رمضان تطلع ووزنك زايد، أنت مطالب قد تكون في رمضان ووزنك بقرشيق والشحوم خفت وهكذا. فأنا في تقدير رمضان من خلال طريقته، سواء في السحور، سواء في العشاء، سواء في الإفطار، في كذا، فرصة لأنك حتى تغير من أدائك السلوك اليوم. أيضا فرصة فيما يتعلق بالأخلاق كما تفضلت، الغيبة، النميمة، القيل والقال، الحسد، البغضاء، الشحناء، حسد الناس فيما آتاهم الله سبحانه وتعالى، كثير من الأشياء التي حتى تدخل في أمراض القلوب وليس في ما يتعلق بالأشياء الظاهرة. أنت فرصة لأن تقف مع نفسك، لأن سبحان الله في رمضان تضيق مسارات الشيطان، وبالتالي عنصر الشيطان وتأثيره عليك يقل، فتبقى بعد ذلك نوازع النفس، ونوازع النفس تحتاج منك أيضا إلى مجاهدة. فعلى كل، إذا استطاع الإنسان أن يضع لنفسه برنامج، إنه والله أنا أريد في هذا رمضان أنجز كذا، مثلا كما تفضلت الآن، أنا أريد مثلا أن أقلع عن معصية ما، أجعل رمضان فرصة للإقلاع وعدم العودة مرة أخرى إلى هذه المعصية التي على الأقل اعتادها الإنسان، ويحتاج فعلا إلى جهد كبير جدا، وخاصة إذا بلغ فيها والعياذ بالله مرحلة الإدمان، فأنت بحاجة فعلا إلى أن تجعل من رمضان فرصة للتغيير، وهو بلا شك فرصة لقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. طيب جميل يا شيخ حسن، اقتنعنا أن رمضان فرصة للتغيير، لكن واقعنا يدل إلى غير ذلك إلا من رحم الله. فنجد مثلا شارب الدخان السجاير لا يقلع بعد رمضان، يعود إليها أشد مما كان. شارب الخمر مثلا إلا من رحم الله يعود إلى ما كان عليه. المدمن في مشاهدة المسلسلات والأفلام، والمدمن في سماع الأغاني والمزامير يعود كما كان. بل حتى الذي عنده سلوكيات خاطئة من غيبة، من ظلم الناس، فلماذا لا يحدث للناس التغيير الذي أراده الله عز وجل بقوله لعلكم تتقون؟ يعني المفترض آكل الربا مثلا إذا دخل عليه رمضان وتأثر بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة، مفروض أنه يقلع عن هذا الموضوع. سبحان الله، ذات يوم وأنا أصلي في الحرم الشريف التقيت برجل أعمال من دولة المغرب، سلام لإخواننا في دولة المغرب، وكان يصلي بجواري، فقال لي أنا وكيل كذا وكذا من الأجهزة الكهربائية في المغرب. فقلت له أهلا وسهلا بك. وكان ذلك بعد أداء الوتر، بعد ما يعني دعا أئمة الحرمين بدعاء مؤثر جدا. قال لي يا أخي أنا أريد أن أكون في الحالة هذه السعيدة التي أنا فيها الآن بعد رمضان، كيف يكون ذلك؟ وأعطاني كرته. فقلت له تذكر أنك في يوم من الأيام ستدخل القبر فاعمل لهذا اليوم. كانت هذه نصيحتي، لا أدري هل أصبت فيها أو لا. قال أنا أتمنى أن أكون دائما في هذه الحالة الإيمانية الروحانية التي أنا فيها. إذن يا شيخ حسن، ما توجيهكم للمسلمين فيما يتعلق
كيف يكون رمضان بالفعل مؤثر. الناس الحمد لله تصوم، لكن أثر الصيام فيها ربما ما هو مثل الذي حقيقة نرجوه. بعض الإخوة أيضا قابلتهم في الحج. بعد أن حجوا ورجعوا إلى بلدانهم الحقيقة تغيرت سلوكياتهم. الحج مؤثر جدا. يعني كان أحدهم يقول لي: يا أخي بعد أن عدت وهو شاب من نيجيريا، يقول بعد أن عدت إلى الحج تغيرت سلوكياتي تماما، وأصبحت يعني أحذر من أي معصية صغيرة أو كبيرة. يعني جميل هذا الشعور. نريد من أنفسنا أولا ومن إخواننا المسلمين إذا خرجوا من رمضان فعلا يتغيرون. حال الأمة الإسلامية اليوم، شوف كما تفضلتم شيخ حسن في أكثر من مجلس وأنا تلميذكم، أنتم تقولون أزمة المسلمين هي أزمة تقوى. الآن غزة تباد ويعني تمر بظروف وابتلاءات صعبة، والمسلمون في كل مكان يعني ما نستطيع أن نقول لا يحركون ساكنا، لكن ليسوا في الموضع الذي ينبغي أن يكون. يعني مفترض الأمة الإسلامية تهتز ويعني وتوجه للأمم المتحدة والأمن، مجلس الأمن الدولي، يعني توجيهات أو مطالبات بالإيقاف الفوري، وإلا ستحدث كارثة. كان هذا المفترض أن يكون موقف المسلمين. يعني عددنا 2 مليار ينقص قليلا. 2 مليار أمام ما نراه اليوم من كم عدد الإسرائيليين الشيخ حسن؟ لا يتجاوز في الداخل 8 أو 7 ملايين يعني، لكن في الخارج ككل الحالة اليهودية ما تجاوز 15 إلى 20 مليون يعني. نعم، بل هم هنا في الفترة هذه عددهم قليل جدا. نعم. فكيف هؤلاء يعني يقتلون إخواننا ويسفكون دماءنا ويفعلون ونحن نأكل ونشرب ومع أهالينا وكذا وننام؟ الحقيقة أمر محزن. هذا دليل على ضعف الإيمان. يعني ولذلك حتى بعض يعني الأنظمة الجائرة ما كانت لتقف مع إسرائيل إلا لأنها أمنت مكر شعوبها. ولذلك وقفت مع هؤلاء الناس وعاونتهم على هذا الباطل. يعني أقول حتى على هذا المستوى السياسي، مستوى التآخي على البر والتقوى، سؤال يعني خلاصة السؤال ما هو؟ لماذا لا يتغير المسلمون إلا من رحم الله؟ هو على كل موضوع التغيير هو بقرار داخلي قبل كل شيء. يعني هو أن يتخذ الإنسان القرار في داخله بأن يتغير، كما يقول علي عزت علي رحمة الله عن رئيس البوسنوي الراحل، يقول: مهما حاول الإنسان أو مهما حاولت أن تجبر الإنسان بالتغيير من خارجه لا تستطيع ما لم يتخذ هو القرار من داخله. فأهم قضية في أنك أنت تريد أن تغير، أولا يجب أن تبدأ من الداخل. وعندما نقول الداخل، يعني مثلا الشيخ ابن القيم يقول: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار، تتحول بعد ذلك إلى تصورات، التصورات تتحول إلى إرادات، الإرادات تتحول إلى أفعال، الأفعال إذا تكررت صارت عوائد. فهؤلاء الذين وقعوا في المعاصي كما تفضلت تجاوزوا هذه المراحل، لأن الأمر بالنسبة لهم تحول عادة. والعوائد عند الإمام ابن القيم أصعب أنواع التغيير. إذا وصلت مرحلة أنه خلاص هذا بالنسبة لك صارت عادة، من الصعب جدا. ولذلك في مرحلة التحول ابن القيم وضع العوائد قبل العوائق. هنالك عوائق، يقول العادات التي ارتسمت عند الإنسان في سلوكه إذا ما استطاع فعلا ينفك عنها لا يستطيع أن يتغير. فالمشكلة تكمن أولا في القرار الداخلي للإنسان، هل فعلا أنت تريد أن تتغير أم لا؟ الدنيا كلها لو أجبرتك وأنت ما مقتنع ما بتستطيع تتغير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير من الذات، تغيير الداخل، هذه واحدة.
الأمر الثاني، كيف أيضا نخرج من فكرة التعاطي مع العبادات في صورة العادات إلى صورة جوهر العبادات. يعني مثلا كثير من الناس تجده يدخل إلى الصيام باعتبار أن المسلمين دايرين يدخلوا الصيام، لكن لا يدرك المعنى الحقيقي لهذا الصيام، ولا يدخله بالمقصد الشرعي لهذا الصيام، ولا يدخله بأن والله هذا الصيام يجب أن يغير فيه، كما أن الصلاة يجب أن تغير فيك، يجب الصوم أيضا أن يغير فيك. فإذا كان الله يقول لك والله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فيجب أن تصل في صلاتك إلى هذه المرحلة. أيضا يجب أن تصل في صيامك إلى مرحلة، لأن الصوم حقيقته الامتناع، والتقوى حقيقتها امتناع عن انتهاك الحقوق وتجاوز الحدود. جميل. فكيف أنت تستطيع أن تحول هذا الأمر عندما تقدم على شهر رمضان؟ لا تدخله بنية أنه والله أنت تخوض مع الخائضين، لا، قف مع نفسك ابتداء. هل تدخله بنية العادات أم بنية العبادات؟ نية العبادات فيها استحضار نية، فيها نية التغيير، فيها مقصد التقوى، فيها جملة من المقاصد التي يجب أن تذهب إليها في صيامك. فنحن في تقدير الأزمات الكبيرة التي نلاحظها الآن في أنه لا نتغير، لأنه لا نحاول أن نعطي هذه الشعيرة حقها باعتبار عبادة، لكن دخلنا إليه بنية بنية العادة. النقطة الثالثة للأسف الشديد كثير منهم عنده طول الأمل، هو يدرك أنه في معصية، ويدرك أنه والله مخطئ، ويدرك بأنه والله ما هو فيه إشكال، لكن يتصور بأنه سيعيش طويلا، وينسى أن الموت أقرب إليك من شراك نعلك. تمام، ما بيدك أصلا الموت، ولا تعرف متى يعني. وقد يختم الله عليك والعياذ بالله، إنك إذا تماديت في هذا الموضوع لا تؤثر فيك عبادات، لا يؤثر فيك ذكر، لا تؤثر فيك موعظة، لا يؤثر فيك القرآن الكريم، قد يختم الله عليك، وهذه أيضا لا يأمنها الإنسان والعياذ بالله. فأيضا نحن عندنا مشكلة طول الأمل، وعندنا الغفلة التي تصاحب الإنسان. فتجده ما شاء الله في رمضان متذكر وحاضر وكذا، لكنه أول ما يخرج من رمضان يدخل في عالمه المعهود، وبالتالي ينسى ويغفل عما هو فيه. فعلى كل نحن محتاجين في رمضان أن ندخل إلى هذا الشهر المبارك ابتداء بقرار شخصي وليس الصورة الجماعية. كل واحد عنده موقف خاص، عنده معصية خاصة، عنده إشكالات خاصة. أنا يهمني والله ما لديك ليس هو ما لدي، كل واحد أعلم بنفسه، كل إنسان على نفسه بصير. طيب، ما هي النقطة التي أريد أن أعدلها في رمضان؟ هذا قرار. فإذا كان والله دخلنا إلى رمضان بهذه النفسية يمكن إن شاء الله أن تحصل حالة التغيير. لكن للأسف الشديد كما تفضلت كثير من شعائرنا تحولت، كما يقول بعض المفكرين، يقول تحولت إلى حركات ميكانيكية. الصلاة حالة ميكانيكية، الصيام حالة ميكانيكية بمعنى أن تؤديها هكذا، لكن ليست حالة ديناميكية بمعنى حالة داخلية كالكيمياء التي تتفاعل عندما تبدأ يحتك شيء مادة مع مادة، هنالك تفاعلات تحصل. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى منا فيما يتعلق بالشعائر. إن الله عز وجل منعك من الأكل، منعك من الشرب، منعك، عليك أن تسأل والله الله عز وجل أمرني هذه أشياء حلال ومع ذلك منعني منها، ليش منعني؟ يريد أن يدربك على أن تمتنع عن ما هو حرام. فكيف تغفل عن هذا المعنى؟ أنت الأكل حلال في كل الأوقات، والشرب حلال، والجماع حلال، لكن الله قال لك في هذا الشهر لا، امتنع، حتى تتدرب على فكرة أنه والله ما أقدر، هذه ما تقولها. يعني مثلا حتى المرأة تتعجب من كونها إذا أرادت أن تسافر إلى البيت الحرام تعتمر، نعم، وهي قبل ذلك متبرجة، يعني للأسف لا حجاب، وتظهر زينتها كاملا للأجانب. فإذا أرادت أن تعتمر تلبس طبعا الجلباب وتلبس الحجاب وتلتزم بالشرائع، وربما أخذت معها محرم من أهلها. يعني هي تلتزم بكافة الأوامر الشرعية في هذا حتى تؤدي عمرتها. نعم. ما من أن تنتهي من عمرتها أو من حجها إلا وتعود كما كانت مع الأسف في تبرج. أتوقع يا شيخ حسن جزاك الله خير على هذا البيان. التغيير من الداخل مطلوب. كذلك أعتقد أن الإنسان بحاجة إلى هداية الرحمن، حاجة إلى أن الله عز وجل يهديه وأن يتقبل منه وأن يوفقه. أعتقد ذلك.
أيضا هو بحاجة إلى التذكير، لذلك شرع لنا خطب يوم الجمعة. نعم. نعم. صحيح. يعني الجمعة صلاة الجمعة مع الخطبتين، يعني خففت صلاة الظهر من 4 ركعات إلى ركعتين وخطبة من أجل التذكير. من أجل التذكير، أليس كذلك شيخ؟ نعم. نعم. أعتقد أن يوم الجمعة الخطيب يذكر بالناس، فالخطباء الموفقين حقيقة يؤثرون في الناس. نعم. أيضا مجالس الذكر. نعم. مجالس الذكر وحضور الحلقات وحضور يعني مجالس الخير، أعتقد لها أثر في تغيير النفس. لو تحدثنا عن هذه الوسائل التي شرعها الله عز وجل بعد رمضان حتى الإنسان يستمر على الخير، لأن أيضا الإنسان يعني أمامه أعداء. النفس عدو، النفس الأمارة بالسوء هي عدو، الشيطان عدو. طبعا بعد رمضان يفك عنهم السلاسل ويعودون في الساحات يضللون الناس. كذلك رفقاء السوء. فالإنسان حقيقة في مجاهدة وفي حرب. يعني كما تفضلت، قضية الغفلة مصيبة. رب العالمين يقول لا تكن من الغافلين. يعني إنسان والعياذ بالله يمر عليه السنة والسنتين والثلاثة والأربعة ويصل إلى 40، وبعد 40 أيضا نفس حالته ما تغير، في ضلال دامس، نسأل الله العافية والسلامة. فبسبب هذه الأوضاع الثلاثة، عداوة الشيطان، عداوة النفس الأمارة بالسوء، وعداوة رفقاء السوء. فإذا مات انتبه، فإذا دخل قبره وجاء الملك يسألونه ينتبه. بعد ذلك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا في مقام رفقاء السوء. وفي مقام الطاعة يا ليتني يعني يا ليت ما فرطت في جنب الله. أي نعم، الآيات الكريمات في هذه. شاهد أن من هذا المنبر يعني لو نذكر المشاهدين والمشاهدات بأن الأمر خطير، أن الأمر خطير جدا. يعني رب العالمين يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالموضوع خطير يعني جدا. فالناس حقيقة إلا من رحم الله طبعا في غفلة. خلاصة خاتمة جلستنا اليوم شيخ حسن، ما هي الوسائل التي فعلا لو عملناها بعد رمضان نظل على الأقل في المجاهدة؟ على الأقل يعني الإنسان يعني يقع يتعثر ثم يقوم، يتعثر ثم يسير. حتى أنا أكون على هذه المرحلة على الأقل، مرحلة السباقين هذه كبيرة جدا، نسأل الله أن يعيننا. لكن أخطأت ثم تبت، أخطأت ثم أتوب، أخطأ ثم أتوب. فلعل الله عز وجل أن يختم لي بتوبة، أن يختم لي برحمة. ما هي الوسائل التي تعينني على مثل هذا؟ الله يجزيك الخير. والله يا شيخ جزاك الله خير، يعني ذكرت أشياء كثيرة جدا، وخصوصا فيما يتعلق بالأعداء. أعداء الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه، هذه النفس الأمارة بالسوء التي تحثه والعياذ بالله على الاستمرار في المعاصي، في الذنوب، في كذا. ومن الأعداء الشيطان الذي يلازمه، ومن الأعداء الذين ذكرهم الله حتى الأزواج والأبناء. كيف أن الإنسان سبحان الله أزواجه، خاصة فيما يتعلق بالمال الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، تلاحظ كثير من الناس ويريد يريح أسرته. يقول لك يا أخي أنا أضرب في الأسواق وأنهب وأنصب وأعمل، في النهاية ماذا يريد هو؟ يريد يريحهم، لكن هل ريحهم؟ هم الآن هكذا تحولوا له أعداء. لماذا؟ لأنك أنت بفعلك هذا والعياذ بالله ستذهب إلى سخط الله سبحانه وتعالى. الأصحاب يوم القيامة يتبرؤون من بعضهم البعض، وكل إنسان وكل خليل يحاول أن يخرج من خليله إلا المتقين. فالناس تفر من بعض. صحيح. فإذا كان أنت والله تعاملت مع هذا الأمر بأنه والله أنا فعلا أسير في أرض ذات شوك،
التقوى هكذا. أما سلكت طريق ذا شوك؟ قال بلى. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. فأنت محتاج إلى أنك والله حقل الألغام، ألقام المعاصي والذنوب والسيئات والمظالم، هذا الحقل الذي ربما تطأ فيه بعض المواطن التي تؤدي بك إلى نهاية أعوذ بالله يعني ينفجر وقد يعطلك عن حياتك. يجب أن تكون منتبه في هذا الجانب. والله عز وجل يقول والله أعلم بأعدائكم، فصل لنا دائرة الأعداء. فأنا في تقدير المدخل الطبيعي ما بعد رمضان، أول نقطة بعد رمضان قف مع نفسك وأجرد مسيرتك السابقة، اللي هي ما نسميه أو سماها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مقام المحاسبة. حاسب نفسك، حاسب نفسك في الاتجاه الإيجابي وحاسب نفسك في الاتجاه السلبي، وركز على هذا. ركز في الأخطاء التي تحتاج منك إلى تصحيح، في أشياء متعلقة بنفسك تظلم نفسك، في أشياء متعلقة بالآخرين تظلم الآخرين، في أشياء متعلقة بالله أنك تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول مدخل المحاسبة أو فقرة المحاسبة هذه التي وضعها الإمام ابن القيم في المدارج في أوائل المقامات، ربما المقام الثاني أو الثالث، هذه النقطة تحديدا فقرة المحاسبة تساعد الإنسان كثيرا، وخاصة لو أنه جعلها بشكل يومي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذه واحد. الأمر الثاني كما تفضلت، هنالك بعض المحطات ألغيها من مسيرتك. وأنا حقيقة يمكن هذه المسألة لي فيها كانت تجربة وأنا صغير يعني مراهق. كل ما أحاول أن أرتبط بالمسجد والصلاة وكذا، عندي أصحاب يعني طفولة صبا يعني فيحيدون بي. فسبحان الله لما اتخذت القرار ارتبطت مباشرة بمسجد أو البعيد، ثم قاطعت أصحابي كلهم. يا سلام. قاطعتهم تماما، حتى إذا وجدتهم في الشارع لا أسلم عليهم. لماذا؟ لأني لاحظت بأنه أنا لست بالقوة التي تجعلني أؤثر عليهم. أنا أتأثر طيب وهم أكثرية وهم كذا، ويحاولوا طبعا، تعرف الشباب كيف عنده وسائل الإقراء. فسبحان الله هذه كانت نقطة تحول كبيرة جدا في حياتي، أني فاصلت الحي كله ما عدت، وأطلع من المدرسة مباشرة آجي العصر أطلع إلى المسجد، لا آتي إلا بعد العشاء. يا سلام. هذه المسألة سبحان الله أفادت أنه إلى أن وصل الإنسان مرحلة خلاص صار داعي إلى الله. هنا لما وصلت إلى مرحلة الداعي إلى الله، هذا النوع من الحصن هو نفسه، لأنك ستقول والله كيف لي أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا أرتكب هذا. فعلى كل هذه من الأشياء المهمة جدا. فهنالك أشياء تكنسل، يعني بعض الأصحاب إذا كان والله مسيرة يعني وجودهم في حياتك مضر، لا جدوى من الاستمرار في هذا النوع من الصداقات والعلاقات، هذه أيضا لا بد منه. النقطة الثالثة أيضا حاول أن تخرج على الأقل بمجموعة السلوكيات من رمضان. يعني بعض الناس الآن مثلا اليوم الأخير انتهت التراويح، اليوم الثاني هو خلاص جمد المسألة بتاعت قيام الليل وأن يكون له حظ لا، حاول على الأقل والله ما قادر تقوم بنفس الطريقة بتاعت رمضان، لكن خلي لك ورد خاص. هذا الورد وخصوصا الورد الليلي أو الحالة الليلية سبحان الله فيها من النفحات ما الله به عليم، بحيث تصل إلى مرحلة اللذة في مناجاة الله، واللذة في الحضور مع الله، اللذة في الخلوة بالله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا اجعل منها نصيب. النقطة الرابعة والتي أختم بها، أيضا أحرص قدر الإمكان أن يكون لك أصحاب يعينونك. ارتبط بمسجد من المساجد، ارتبط بحالة على الأقل تعينك. أول ما تخرج من أعمالك اليومية، مأكل والمشرب والأشياء هذه مباشرة، ما بعد الدوام الرسمي لا تجعله فراغا للشر. أحرص قدر الإمكان أن يكون مدخلا للخير، وهذا من خلال البيئة اللي هي صناعة البيئة. هذا الكلام الذي نقوله نمارسه على أنفسنا، ويجب أن نصنعه لأبنائنا. كان أحد مشايخنا يقول أبنائك إذا كان والله خارج البيت تريد أن تأمن عليهم، اصنع لهم البيئة الخارجية، بمعنى اطمئن على أصدقائهم، على من يذهبون، مع من يتحركون، في أي المساجد يصلون، حتى توفر لهم هذه البيئة التي تكون إن شاء الله معينة لهم. والإنسان حقيقة الآن مع الوسائط والوسائل الهائلة التي والعياذ بالله يعمل فيها أنصار الشيطان بكل ما يملكون لإضلال البشرية وتنفيذ وعد الشيطان الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لا من قسم والله لأقعدن. فهذا التحدي، أنت في تحدي مع الشيطان. هل والله ويوم القيامة الشيطان له خطبته المشهورة، يقول والله ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا تلوموني ولوموا أنفسكم. فعلى كل نحن
هذه الأمور كما تفضلت شيخنا جزاك الله خير، لعل شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها، مسألة التقوى والتذكير ذكرها في في سورة طه، ولقد صرفنا في هذا القرآن، قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قال من كان متذكرا ازداد تقوى، ومن كان غافلا حصلت له الذكرى بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم سبحان الله كلما أقبلت عليه إما أنك في دائرة الغفلة نقلك إلى التذكير، وإما أنك في دائرة التذكير نقلك إلى دائرة التقوى. نعم يا سلام، كلام جميل وكلام طيب، خاصة خاتمة الحديث في أو يحدث لهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. كلام جميل حقيقة ومؤثر، فنسأل الله سبحانه وتعالى. كذلك كنت أريد أن أختم جلستنا اليوم بقوله تبارك وتعالى، وسبحان الله هذه الآية بالفعل كأنها تقول مهما اجتهدتم ومهما بذلتم فلا يمكنكم أن تتغيروا في رمضان ولا بعد رمضان إلا إذا استعنتم بربكم وطلبتم العون منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صحيح. فيها دعاء، فيها استجابة، فيها إيمان، ثم فيها نعم رشد. والرشد هو تمام صحيح الكمال. نعم، اللي هو المرحلة التي يحبب فيها الإيمان للإنسان ويزين له. نعم. حبب إليهم الإيمان وزينه في القلوب وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، قال أولئك هم الراشدون. نعم. فأنت عندما خلاص الإيمان يحبب، شوف كلمة التحبيب والتزيين. نعم. إذا بلغت هذه المرتبة إن الإيمان صار مزين عندك، نعم. معنى تراه جميلا. نعم. فكل ما كان في طريق الإيمان أنت تتسابق إليه. نعم. وكل ما رأيت طريق الشر وطريق العصيان أنت تبعد عنه. نعم. هذه المرحلة وتصل إلى حلاوة الإيمان. نعم. أيوة، اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره من ضمن لا أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. هذه المرحلة تصل فيها إلى حلاوة حلاوة الإيمان، وكأنما للإيمان مذاق. صحيح. أي نعم. نعم. إذن مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، ونختم بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبمقدار ما نهتم بالدعاء والتضرع إلى الله في سجودنا وفي خلواتنا، بمقدار ما نجد أثر ذلك في نفوسنا وتغيير ذلك، لأن المغير الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ما طلبنا منه بصدق أن نتغير غيرنا إلى الخير سبحانه وتعالى. وكنت أتعجب من قوله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. عجبا يا شيخ حسن. بعدين الآية سبحان الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لاحظ. ثم أنا دائما أقول يا أخي تاب وعمل صالح ثم اهتدى. هذه لعله ابن بطة عليه رحمة الله يقول هذه هي لزوم السنة والاستقامة على الطريق. يعني ما يكفي أنك والله تتوب وتعمل صالح وما تواظب عليه، لا، الاهتداء هو السير إلى النهايات على الاستقامة. الله أكبر. وهي اللي نطلبها سبحان الله منها: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه قد تنقطع في نص الطريق. وهذا هو أيضا من ما نؤكد أن الله عز وجل شرع لنا في صلواتنا أن نقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم الذي توعد الشيطان أن يضلنا عنه. نعم. أقعدنا أنعمت عليه صراطك المستقيم. نعم. لذلك الدعاء مهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. سبحان الله. مشاهدي الأكارم، ما شبعنا منكم ولا شبعنا من شيخنا الشيخ حسن سلمان. بارك الله فيك. ونسأل الله تعالى أن يغيرنا إلى الخير، وأن يختم لنا ولكم شهر رمضان بالعتق من النيران والفوز والفلاح بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب،
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.